أهلا بكم من جديد. فوجئ فريق الشركة العالمية المسؤولة عن حفر بئر مجاورة للبئر التي سقطت فيها امرأة أم الدوم منذ 10 أيام بخروج مياه بعد وصولهم لعمق 40 مترا، ما قد يتسبب في وقف الحفر والبدء في حفر بئر أخرى تسمح بتسرب المياه إليها. هذا وقد رفض والد المفقودة التوقيع على طلب من الدفاع المدني يتضمن تأخر عمليات الحفر واستخراج جثمانها إلى مدة تزيد على الشهر. معنا من القرية التي وقع فيها الحادث قرب الطائف مراسل العربية نواف القثامي. نواف، ماذا في تطورات اليوم؟ وأرى من خلفك الجهود ما زالت مستمرة. أهلا سهير، مساء الخير. نعم، الجهود الآن مستمرة. الدفاع المدني يكثف جهوده لأن الحفر وصل إلى أعماق أو إلى أمتار أعمق في البئر المجاورة للبئر الرئيسي. نتحدث عن آمال أنا قرأتها في وجوه المشاركين في عمليات الحفر، كلهم يأملون بأن تشهد الساعات القادمة عملية انتشال منيرة وإنهاء ملف هذه القصة. تعرف يعني على أي أساس نواف هذا التفاؤل؟ كنا معك على مدار الأيام الفائتة، اليوم يعني معدل التفاؤل عالي، على أي أساس؟ التفاؤل لأنهم وصلوا إلى قاع البئر الذي يسمح لهم بحفر خندق باتجاه البئر الذي سقطت فيه منيرة. هذا ربما يجعل كل التوقعات تشير إلى أن المدة المتبقية لانتشال منيرة لن تكون أطول من المدة التي مضت منذ سقوطها. دعيني فقط أتحدث عن بعض المشاهدات بالنسبة للغواصين الذين نزلوا إلى أعماق أو إلى أمتار أعمق في داخل البئر المجاور، واجهوا عمليات أو واجهوا صعوبات تتعلق بنقص الأكسجين وربما حتى بطبيعة التربة التي كانت تحفر. هم يقولون بأنهم واجهوا طبقات طينية، من المحتمل أن منيرة مطمورة في طبقة طينية، وهذا يعني يشير بشكل أساسي إلى أن عدم التماس الكاميرات الحرارية لوجود منيرة في المرات السابقة ربما كان لوجودها مطمورة في الكتلة الطينية التي تملأ البئر الذي سقطت فيه. سهير، معي الآن العميد محمد رافع الشهري، هو مدير الدفاع المدني في محافظة الطائف، هو الرجل القائم الآن على الجهود التي تجري خلفي. عميد محمد، الآن الجميع يتحدث عن نوعية الحادث، ربما هي من أخر انتشال منيرة في الأيام الماضية. أود فقط أن أعرف نوعية الحادث ومدى تعقيداته حتى بالنسبة لانتشال منيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء أود أشكر قناة العربية لتواصلها ونقل الصورة الصادقة وعلى الواقع. الحادثة يعني نوعية تكاد تكون فريدة، ودعني أقتطف بعض الشيء. منذ البداية تم الإبلاغ عن هذه الحادثة، وتم تشكيل فريقين، فريق من إدارة الطائف وتسخير كافة الأمكان الموجودة بالطائف، والفريق الآخر نقل بطائرة خاصة أو طائراتنا الدفاع المدني من جدة بمختصين وغواصين، وتم الانتقال فورا. وكانت المهمة الأولى هو إنقاذ الفتاة أو المرأة، وتم استخدام أجهزة خاصة لنبض أو تفقد هل فيه يوجد حياة أو أجسام بشرية حية. وعلى الفور تم التيقن بأن هذه يعني لا يوجد أي نبض بشري في البئر. وعلى الفور تم يعني تغيير نوع العمل نوعا ما، وهو إنقاذ وهو البحث عن هذه الجثة. في هذه الغضون تم تعاقد مع شركة عالمية في البحث وتم تحريكها. طبعا نسمع كثيرا عن التأخر، وعن هذه شركة كبيرة وذات معدات كبيرة متمركزة في جدة وأخذت بعض الوقت، لكن العمل كان متواصل وتم يعني ابتداء في العمل فورا حينما وصلت الشركة. في هذه الأثناء تم الاستعانة بجهات علمية مثل أرامكو، ونحن نعرف قدرات أرامكو، شركة متخصصة في أعمال الحفر، وكذلك المساحة الجيولوجية، وتم تشكيل ورشة عمل متواصلة على مدار 24 ساعة. عميد محمد، عن المدة الزمنية المتوقع لانتشال منيرة بالنسبة لكم؟
لا يمكن أن أعطيك وقت محدد، إنما كما رأيت الجهود متواصلة. احنا الآن الحمد لله يعني قطعنا أو انتهينا من جزء صعب وشاق بالنسبة لنا، وهو الحفر على بعد 44 متر. الآن بدينا في الحفر الجانبي وعمل فتحات من أجل الوصول إلى البئر القديمة. منذ الصباح الباكر وحتى الآن تتوالى الجهود. استطعنا إلى الآن الحمد لله حفر ما يقارب 60 سنتي. طبعا هذا في صخر، وطبيعة الأرض هنا لابد الإشارة إليها بأن الطبيعة صخريية صلبة جدا، وتحتاج إلى بعض الوقت، تحتاج إلى تقنية ومعدات خاصة. وكما رأيت طاقم الإنقاذ يعني على قدم وساق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك قريبا. لكن كل ما أستطيع قوله هنا هو أن العمل متواصل وإن شاء الله قريبا. لكن لابد الإشارة هنا إلى أنه وقع حوادث مماثلة في دول مثل إيطاليا، مثل أمريكا، مثل باكستان، ولم يكتب لها، كان هناك وفاة، مع العلم بأن المنطقة أو الآبار اللي كانت هناك أو الحفر كانت أقل بكثير والصعوبة كانت أقل بكثير. لكن هذه طبيعة، وهذه تعتبر يعني حادثة نوعية فريدة. أشير إلى أنه تم في منطقة الرياض على بعد 100 متر حادثة، ولكن الظروف كانت أقل صعوبة وتضافرت الجهود الحمد لله. تم إنقاذ الطفل، الآن هو يعني على قيد الحياة. شكرا لك. فقط سهير دعيني ألمح أو أشير إلى أن العربية التقطت صور باختصار التقطت صور ستعرض ربما في هذه النشرة أو في النشرات المقبلة ضمن تقرير عن الأعمال التي تجري هنا، عن عمق البئر والضيق، وربما هذا سيكشف جزء من معاناة منيرة عند سقوطها واستفحال هذه القصة واستمرارها إلى هذا اليوم. شكرا لك نواف القثامي، وأيضا أشكر ضيفك كان معنا من منطقة أم الدوم. شكرا لك.